اتخيل ان الانعكاس في المرايه ده الطالب وهنا الاستاذ. اقول له تقول ايه ده الحساب ده؟ راح افتكر بس انا عاوز اقول ايه. ماشي. انا كنت واقف قصاد المرايه واتخيل ان الانعكاس في المرايه ده الطالب وهنا الاستاذ. متهيألي كده قريب قوي ايوه اعمل نفسك بتتكلم في التليفون. ما تحطوش اي ضغوط نفسيه عليكم خالص، تعاملوا مع الموضوع كانه عادي جدا. بس في الاول وفي الاخر لازم تعملوا اللي عليكم، انت لازم تسعى وتجيب اخرك، بحيث حتى لو ان شاء الله ربنا كرمك وحققت اللي نفسك فيه، فافتكر دايما ابوك وامك انك هتكون فرحتهم. من المواد كلها قصدي يعني سواء كان اقفل يعني مواد اسمها ايه كيمياء وفيزياء. لا الفترة دي ربنا بيحب الإنسان اللي بيرجع له وبيعرفه وقت الشدة، لأنه مفيش حد هيساندني أو في حد هيساعدني غيرك في الوقت ده. هتبقى جاهز ايه الأسئلة تاني؟ صح؟ بالنسبة لحد بقى بيسمعنا دلوقتي وعايز ان هو يستريح خالص وما توترش وما قلقش، فده صدقني يعني من تجربتي انا وتجربه زمايلي كلهم ده عمره ما يحصل. انا ما بحبش اقول دكتور دي. ممكن اقول انا في طب قصر عيني مثلا، ولا معاكم دكتور مصطفى تالتة طب قصر عيني. انت بتحاول تشوف فين اكتر حاجه انت ما كنت مقصر فيها طول السنه وتشتغل عليها. طيب لو حد مش ملتزم من بقاله فتره وبعد كده عايز دلوقتي يعني ينجح، ازاي تتعامل مع الضغط النفسي حاليا؟ هتلاقي في ناس كتيره سابقه وممكن مخلصه المنهج اصلا. لو حد بقى بيتكلم الناس بقى المتفوقه شويه اللي عايزه تدخل القصر،